السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول حصصنا للماس للصف الرابع. عامل لكم شغل كويس بإذن الله خلال الترم. عامل لكم ملفات للشرح منفصلة. بعد ما نخلص شرح الدرس هنخش نحل كويز أونلاين مع بعض. وبعد ما نخلص عامل لكم مذكرة PDF، ودي رقم واحد عندنا. ليه بقى رقم واحد؟ لأنها بتضمن فيها أسئلة كتاب المدرسة، أسئلة كتاب التقييمات، أسئلة الامتحانات السابقة كاملة، وأسئلة إضافية للحل. يعني حاطط لك كل الأفكار فيها. يعني كل درس هتخلص الشرح وتحل الكويز الأونلاين وتحل مذكرة PDF، بإذن الله تضمن إنك تجيب درجة نهائية. طيب إحنا معانا هنا بإذن الله أول درس عندنا big numbers. big numbers ده اللي هو الأعداد الكبيرة. طيب تعال فهمني يعني ايه يا مستر. طيب احنا اول حاجه لما نيجي نبدا الدرس زي كده هنكتب الاسم، ونكتب لو انت شغال معايا في جروب او بتاخد درس اكتب، مش بتاخد مفيش مشكله. تمام كده. بس البيانات دي عشان اكون عارف. لو مش مالكش مجموعه اكتب اونلاين. طيب تعالى كده بقى مع بعض نبدا. احنا عندنا اول حاجه remember the place value. بيقول لك يعني البليس فاليو. تعال نفتكر البليس فاليو دي اللي هي القيمة المكانية. احنا خدناها قبل كده. طب تعالى نفهم معناها The value of each digit in any number depends on its place on that number. بيقول لك ان قيمة اي رقم تتغير حسب مكانه في العدد. طب نفس الرقم ممكن تكون 5 او 5 أو 5000. طب يعني يا مستر انا مش فاهم، فهمني. طب تعالى ناخد اكزامبل كده نوضح في الكلام ده. طيب دلوقتي احنا هناخد 3 امثلة زي كده: 305 352 532. طب انت مطلوب منك انا عايز الفايف والفايف والفايف. طب تعال احنا عندنا حاجتين. طيب دلوقتي لما يجي يقول لي الديجيت ايه الرقم اللي تحتيه خط الفايف يبقى الديجيت فايف. طب هنا ايه الرقم تحتيه خط في تاني واحدة فايف يبقى قصده على الفايف. طب هنا في تالت واحدة الفايف. يبقى الديجيت دي مقصود بيها الرقم اللي احنا عاملين تحته خط. خلاص كده. طب البليس فاليو معناها تعال افهمك. تعال كده بس نقسم اول حاجه الارقام زي ما كنا فاكرين قبل كده. مش احنا عندنا هنا وانز، هنا تنز، وهنا هندرد. وانز، تنز، هندرد، صح كده. طيب هي في اول واحده الفايف دي في الوانز، يبقى نكتبها فايف زي ما هي ونكتب وانز. تمام كده. طب في تاني واحده دي في خانه التنز اهو، يبقى نعمل فايف وهنحط جنبها وهن زيرو. ليه؟ لأن الرقم اللي على منها كام رقم 1، فبتبقى تبقى 50 وفي خانة التنز، يبقى نكتب 50 وإن دي في التنز. التالتة بقى سهلة خلاص فهمناها. هنحط هنا الفايف زي ما هي، والأرقام اللي على يمينها كام رقم 2، يبقى هتاخد 2 زيروز وفي خانة الهندرد. كده انت فهمت ايه الفرق ما بين الديجيت والبليس فاليو. على ما اعتقد الموضوع بقى سهل وبسيط ومفهوم. الحاجات دي احنا بنراجع عليها بس. طيب تعالوا نكمل مع بعض باقي الشرح. عندنا تاني حاجة اسمها البريود. طب حد فاكر يعني بيقول لك every group of 3 digits is called a period. each period has ones, tens, hundred. احنا مش لسه دلوقتي كنا بنتكلم في الموضوع ده لما كنا بنقول ان احنا عندنا هو مثلا لو رقم زي ده 512 عبارة عن ones وتنز وهندرد، صح كده. بيقول لك بقى ان كل تلات ارقام كده اللي فيهم وانز وتنز وهندرد عبارة عن بيريود. يعني طب تعالى ناخد مثال عشان نفهم اكتر. تعالوا كده مع بعض نشوف المثالين دول. يعني بص هنا 645,230. التاني كام؟ 652,620. طيب تعالى نقسمهم. دي وانز ودي تنز ودي هندرد. تمام. اول ما بخلص ببدأ تاني ones tens hundred. طيب هو قال لنا ان احنا كل 3 ارقام كده عبارة عن عبارة عن ميريود. يبقى دي كده مجموعة لوحدها ودي كده مجموعة لوحدها، وبفصل بينهم بكوما. كذلك هنا شايف المثال اهو ones tens hundred، افصل بكوما ابدأ تاني ones
tens hundred. تمام كده. ولو كملنا برضه هعمل كوما وابدأ ايه بثلاث ارقام. طيب واحدة واحدة، احنا قلنا ان دي مجموعة وان دي مجموعة واللي مع مجموعة وهكذا، ممكن نعمل كل شوية مجموعة. طب المجموعة الأولى دي بتبقى في ايه؟ في الوانز. طب المجموعة التانية دي ايه؟ في الثاوزند. طب المجموعة التالتة ايه؟ التالتة دي في ايه؟ في المليون، وهكذا. الحاجات دي احنا واخدينها قبل كده، احنا بس ايه بنراجع عليها. يعني بص هنا هو جايب لنا example اهو، بيقول لك the least distance from the earth to the moon is 384,402 kilometer. It has two periods. طيب هو هنا ايه بيقول لك ان انت عندك المسافة ما بين ايه الارض والقمر كام؟ 384,402. طبعا احنا قلنا ايه كل تلات ارقام هيفصل بكوما اهو، فصل بكوما ما بينهم اهو. طب لما فصل ما بينهم قال لك ان انت كام معاك كام بيريود؟ 2. اول مجموعة في الوانز اللي هي دي، وتاني مجموعة ايه في الثاوزند. شفت ازاي سهلة وبسيطة؟ طيب انا برضو حاطط لك هنا لما تيجي تخش على المنصة وحابب تسمع الشرح، اسمع الحتة دي هتنفعك. لو جينا مثلا ضغطنا على The digit 2 is in the ones place. Its value is 2. قال لك الديجيت بتاعه كام، وقال لك في انهي بليس، وقال لك الفاليو بتاعه كام. يعني مثلا اهو لو خدنا The الزيرو. digit 0 is in the tens place. Its value is 0. طب تعال ناخد الفور كده. The digit 4 is in the hundreds place. Its value is 400. تمام، قال لك ان الديجيت كام؟ 4، مش الديجيت 4. وقال لك في انهي بليس؟ في الهندرد بليس، والفاليو كام؟ 400. تمام، على ما اعتقد سهلة وبسيطة، احنا شرحناها دلوقتي وفهمنا. طيب تعالوا ايه ناخد ايه جزئية كده تانية سريعة. لما نيجي بنشوف الرقم بنعمل ايه؟ every digit keep its own value، يعني ان كل رقم ليه قيمة معينة. and the value gets 10 times bigger. يعني معنى ايه الكلام ده؟ تعالى نفهم. مش احنا قلنا اول حاجة بنبدأ بالوانز، بعد كده التنز، بعد كده الهندردز، بعد كده هروح اعمل كوما ابدأ 1 و10 و100. بس اول مجموعة دي في ايه؟ اهي في الوانز. طب تاني مجموعة في الثاوزند. طيب لما يجي يسمي بيسمي ازاي؟ اهو بص اول واحدة هنا ايه؟ قلنا وانز تنز هندرد، صح كده اهو وانز تنز هندرد. طب لما يجي يسمي احنا عندنا كأن زي مجموعتين، مجموعة فرعية ومجموعة رئيسية. المجاميع الفرعية دي اللي هي الوانز والتنز والهندرد، دي الفرعية. طب المجاميع الرئيسية اللي هي زي الوانز زي الثاوزند زي المليون وهكذا. طب لما اجي اخد اسمي عايز اعرف رقم اسمه ايه، هنا التو اهي بص واخدة مجموع فرعي، التو دي واخدة مجموع فرعي اللي هو ايه الوانز، وفوق معاها الوانز. طب الزيرو هنا بتبقى في التنز مع الوانز، تمام كده. طب الهندرد الفور مع الهندرد اهي في الوانز. طب لما اخد كوما بقى تعالى بنفهم بقى نسميها ازاي. لو انا عايز اسأل على الفور، الفور دي هتبقى في الوانز مع كلمة ايه thousand. طب تعالى ناخد الايت، شايف الايت اهي في التن مع ايه مع الثاوزند. طب الثري هنا، الثري هنا مع ايه مع الهندرد اهي، وهي مجموعة الرئيسية ايه في الثاوزند. اوعى تنسى وانت بتعمل ان انت كل 3 ارقام تعمل كوما.